السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في قناة مصر وطنية. أنا هعرض لحضراتكم فيديو حالا معانا، وهفتح الفيديو صوت وصورة لحضراتكم، وهنسمع السيدة اللي هي بتستغيث دي. ولكن أنا عايز حضرتك تنتظرني عشان هيكون لنا تعقيب بشكل واضح وصريح. الفيديو ده مهم جدا لكل مصري سواء كان معارض أو مؤيد على النظام والوضع الحالي. الفيديو ده مهم جدا ولازم تطلع منه بأي إفادة. الفيديو ده انا هكشف لحضراتكم مدى الاستغاثات اللي بتعملها الناس. الست دي طالعه بتستغيث. طب يلا بينا الاول نعرض الفيديو ونرجع تاني نعقب مع بعضينا ونشوف الست دي عايزه ايه وهي مين وبتستغيث من انه مكان، ونرجع تاني نعقب مع بعضنا. بس يا ريت تنتظر وتسمع التعقيب، عشان قلت لحضرتك في بدايه الفيديو سواء كنت معارض او مؤيد الكلام ده يهمك، عشان احنا المؤيدين هنرفع لهم شعار تحيا مصر، والمؤيدين هنقول ليهم شئتم أم أبيتم مصر ستظل مصر. لما نروح يقولوا اللي معاهم عربيات مرسيدس وبي ام اهو 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 مستنيين نقفل اللايف عشان يتهجموا علينا ويموتونا. يا ريس، صفحة وزارة الداخلية هنا الشيروا هيقتلونا، والله هيموتونا. هنا الشيروا الحقونا الحقونا يا ريس، يا ريس، يا ريس، يا سيسي، يا ريس. احنا تعبنا، وكل لما نروح نتصل بالنجدة ونروح القسم محدش بيعمل لنا حاجة، محدش بيعمل لنا حاجة. نعمل ايه؟ معاهم فلوس ونفوذ، هنعمل ايه؟ اهو 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 ادي الكاميرات اهو اهو. دلوقتي ماشوا، دلوقتي طلعوا البوابة دي لو تفتح. وبعد ما سمعت الفيديو يا سادة يا محترمين، أنا بقول لحضراتكم بالله عليكم، أنا وعدت حضراتكم في بداية الفيديو إن تنتظرونا عشان هعقب على الفيديو ده وأوصل لحضراتكم المعلومة الصحيحة. أولا في البداية أقسم بالله العلي العظيم الفيديو ده كامل بتاع الست دي، كامل من البداية للنهاية، ما اقتصت منه أي جزء، لا في بدايته ولا في نهايته ولا في منتصف الفيديو، ولا حذفت لها اي كلام من اللي هي كانت بتقوله. الفيديو ده مطابق لكلامها من اول ثانية في الفيديو لحد اخر ثانية. انا هنا هستحلفكم بالله يا مصريين ويا عرب يا اللي بتشاهدوا الفيديو ده للست ده، الفيديو ده تخطى 5 مليون و6 مليون مشاهدة على بعض القنوات التيك توك والفيسبوك واليوتيوب، والناس كلها بتعليقاتها طب ايه الموضوع، طب انت مين، طب ايه نوع الاستغاثة. انا واحد من الناس اللي شاهدوا الفيديو. اذا كنتوا حضراتكم فهمتوا من الست دي اي حاجة بتستغيث من ايه، يا ريت حد يكتب لي. طب بتستغيث من مين، يا ريت حد يكتب لي. طب هي فين، يا ريت حد يكتب لي. طب هي عايزة ايه، يا ريت حد يكتب لي. لكن انا اللي استنتجته من الفيديو ده، عشان استنتجنا فيديوهات كتيرة من النوعية دي، ان ناس مدلسة وناس مأجورة على البلد وعايزين يوصلوا الصورة للناس اللي هي من الداخل ومن الخارج ولكن من الوطن العربي ان مصر فيها تقصير ومصر فيها افتراء، وبتقول لك عشان معاهم عربيات بي ام واحنا ناس غلابه. طب مين هم اللي معاهم عربيات بي ام؟ طب وانت مين يا ست يا غلبانه؟ طب انت بتستغيثي؟ طب احنا على عننا حاضر، احنا هننقذك وهنبلغ قوات الامن وهنجيلك، بس فين؟ طب انت مين؟ بتستغيثي من ايه؟ ايه نوعيه الاستغاثه بتاعتك؟ هيموتوكي ليه؟ طب احنا نوصل لك ازاي؟ فانا عايز اقول لحضرتك كده مبدئيا الفيديو ده دي صوره متركبه على صوت، يعني قاعدين في البيت شويه غجر، شويه شلش، شويه مأجورين، شويه خونه. ازاي نعمل فيديوهات نسيء بيها لمصر ونسيء بيها للداخليه ونسيء بيها للرئيس ونسيء بيها للجيش؟ هم بس ده محتواهم ودي عملهم في الحياه، ان هم يخربوا مصر ويسوقوا صورة مصر ويشوهوا صورة مصر. لأن قلت لحضراتكم في البداية وفي النهاية الناس دي مأجورة، والناس دي ما شفنا لها فيديوهات وهي ما دقت على الراس طبول بيستغيثوا لا من غير عنوان ولا نوع الاستغاثة ولا مين اللي جاي عليهم ولا مين اللي هيضربهم ولا مين اللي بيعتدي عليهم. طب انت ايه، انت عايزة ايه؟ ما حدش فاهم. انا عرضت الفيديو لحضراتكم، الفيديو ده متداول بشكل كبير جدا 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 جدا. انا واحد من الناس لو انا مش مصري ومن بره مصر وشفت الفيديو ده وخدته كده بالمنظر
وبالشكل وبالصرخات بتاعه الست دي ونوع الاستغاثه. انا هقول الحمد لله ان انا بره مصر ومش عايز انزل مصر، تمام. ولكن لو انت عندك ذرة عقل بتفكر فيها لازم تفهم من هنا ان اللي مأجورين على مصر كتير، عشان مصر اشرف من كده بكتير. مصر اشرف من كده بكتير. مصر بتقدم الخير وبتقدم الرخاء وبتقدم المشاريع، وان شاء الله بامر الله بامر الله هنكون للافضل وهنكون للاحسن وهنكون في افضل حال عكس توقعات اي حد. مصر منصوره بامر الله الى يوم الدين. طيب هنهي الفيديو مع حضراتكم وهقول لحضراتكم الست دي مأجوره. الفيديو ده ملوش اي وجود من الصحه، ما وراهوش اي خيط ولا اي دليل عشان تمشي وراه وتعرف الست دي بتستغيث من ايه، وايه اللي الشرطه مقصره فيها، وايه اللي عايزاه من الرئيس، وايه اللي عايزاه من الوزير، وايه اللي عايزاه. الست دي مش هتلاقي اي خيط هتمشي وراه تعرف مين هم اللي عايزين يأذوها ولا مين هم اللي عايزين يضربوها. ده شفت زي ما يكون كده بتجري ورا سراب او ورا وهم، زي كده ده السراب اللي انت بتجري وراه. توصل لها ازاي؟ هي مين؟ عايزه ايه؟ لا ما فيش الكلام ده خالص. بس انا قلت لحضراتكم هي عايزه ايه. هي كل اللي عايزاه عايزه تثير الجدل، تشوه صوره مصر باي وضع. فانا عشان كده بقول لحضراتكم حفظ الله مصر بقائدها العظيم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالجيش المصري والشرطه المصريه والشعب المصري العظيم، شاء من شاء وابى من ابى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.